اتحاد المرأة الأرمنية لهذا الصرح الذي يجسد قيم التضامن والتمكين والنضال من أجل حقوق المرأة والعدالة الاجتماعية. أو آشوريات أو سريانيات، كل وحدة منا كان لها دور في كتابة تاريخ أمتها. كانت الملكة اللي قدرت تحكم بلاد، وفترة حكمها كان يسود السلام والازدهار والأمن. كمان كانت القائدة العسكرية اللي قدرت تقود جيوش وتحارب وتربح بها الحروب. وكانت الطبيبة والكاتبة والشاعرة، وما ننسى كانت كمان المناضلة اللي حملت السلاح وحاربت ضد أعداء وطنها. من الضروري أن تنخرط النساء في العمليات التي تشكل آليات العدالة المستقبلية، بما في ذلك المفاوضات السياسية واتفاقيات السلام وإخراج التشريعات القانونية وصياغة الدستور النسبي. وبدون حل سياسي شامل ستستمر الأزمة السورية صراعات طويلة. بدنا نطرحها يعني إذا بدنا نحكي بشفافية، نتمنى تكون سوريا الجديدة مثل إدارة الموجودة في شمال وشرق سوريا. طبعا الإدارة التي أخذت موقعها الاستراتيجي والمكان والعمل والأدوار كمان أخذت. بدنا نحكي عن دور المرأة، دور المرأة شمال شرق سوريا عطى صدى كبير. أخواتنا المناضلات رفيقات درب العدالة والحرية، بعد النقاش الثري والتخطيط الاستراتيجي نعلن ختام أعمال ملتقانا الذي حمل هموم المرأة السورية بكل تنوعها، وخاصة نساء مجتمعنا الأرمني اللواتي عانين من الجرائم التهجير والتمييز والعنف الممنهج. إلى أين تتجه سوريا المستقبل؟ لا سلام دون عدالة. إن سوريا التي نحلم بها لن تبنى على النسيان أو المساومات السياسية. مستقبلنا يجب أن يقوم على أولها وقف العنف الممارس ضد الشعب السوري، واستعادة الأمن لضمان وحدة الأراضي السورية، بناء قدرات النساء في المناطق المهمشة لضمان تمثيلهن في عمليات صنع القرار، الانخراط النسائي في العمليات التي تشكل آليات العدالة المستقبلية والمفاوضات السياسية واتفاقيات السلام وإقراء التشريعات القانونية. لا ينبغي مشاركة المرأة إضافة فقط، بل جزء من العدالة الانتقالية. بناء سوريا الجديدة من البداية لإبطال أعوام من الدمار والانكماش والحكم الاستبدادي والفساد المستشري وسوء الإدارة، ضمان عدم التكرار بالإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية. سوريا متعددة الهوية، نرفض سوريا المهدرة التي تهمش الأقليات، ونطالب بدولة تقوم على المواطنة المتساوية لا على المحاصصة الطائفية، حماية التراث الثقافي لجميع المكونات وغيرهم كجزء من الذاكرة الوطنية. المرأة عماد التغيير، لم نكون مجرد ضحايا بل صانعات القرار ومفاوضات السلام. إعادة إعمار من خلال تخصيص 30% من المناصب القيادية للمرأة وأكثر من 30%. آليات تحقيق العدالة الانتقالية للمرأة السورية بلجان حقيقية خاصة بالمرأة. توثيق جرائم العنف الجنسي وتهجير القسري بحيادية. إشراف نساء سوريا ومن كل المكونات على أن تكون اللامركزية هي الحل الأضمن للمرأة وسوريا بشكل كامل. إصلاح القوانين الجذرية وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة. الميراث الجنسي، العقوبات المخففة لجرائم الشرف. تجريم خطاب الكراهية ضد الأقليات في الإعلام والتعليم. تمكين سياسي واقتصادي كجوتة النسائية في الهيئات التأسيسية المستقبلية. نداءاتنا للعالم أجمع إلى المجتمع الدولي لا تتعامل مع سوريا كملف جيوسياسي فقط، فالمرأة السورية تدفع الثمن يوميا. إلى المجتمع المدني السوري وإلى حكومة السورية الجديدة، اتحادنا قوتنا، لن نسمح بتقسيمنا على أساس طائفي أو إقليمي. إلى نساء سوريا، لن ننتظر من يمنحنا حقوقنا، سنأخذها بصوتنا الموحد. ختاما، نحن اتحاد المرأة الأرمنية نعتبر أنفسنا حراسا للذاكرة وجسر للمستقبل. العدالة ليست شعارا بل التزاما، نعمل من أجلها كل يوم. من الظلام نولا، ومن جديد وبالقانون نصنع الوطن. اتحاد المرأة الأرمنية، الحسكة، 17/6/2025.